السلام عليكم بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. قبل لا نبلش بالفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وحطوا لايك. اشتركوا بقناة تنفعل بصندوق الوصف. واليوم جيتكم بروتين جديد اللي هو حضرت بس الغداء، لقيت خلي اصور لكم اياه. سويت احنا نسميه ثريد يعني مع بامية مجففة. عندي حطيت ملعقتين زيت، وحطيت البامية. انا كنت يعني خليتها لما يفك منها الثلج وغسلتها الا ما راح منها المواد الحافظة. حطيت الفليفلة وحطيت مي، حركت مع بعض، حطيت عليهم ملح وفلفل شوية وقلبتهم، وحطيت شوية سكر. ليش حطيت؟ حتى يطلع لونها أخضر يصير ويطلع شكلها كلش حلو مثل ما شايفين مقابلكم. هنا ضفت عليه المي، خليته لحد ما شوية يعني تطرى، احنا نسميها تنسلق، يعني شوية تطرى. خليتها عصرت طماطة وخلطت عليه، صبيتها عليها وضفت عليها. بعدين تركتها، عصرت الطماطة عليها وتركتها لحد ما قامت تفور البامية. بعدين ضفت عليها المعجون. هنا شكلها بعد ما كملت قامت تفور، ضفت عليها المعجون اللي ذوبت معجون وضفته عليها. الفترة اللي غبت كلها عاد تسأل علي، واشكر كل من سأل علي بالتعليقات او فات على الخاص، كان على الانستغرام او على الفيسبوك. اني والله والدتي شوية تعبان ولهذا ما نزلت فيديو، فاليوم قلت خليني انزل لكم الفيديو. طبقت هنا تمن، وهاي البامية شكلها بعد ما قامت تفور يعني شوية تثخن. التمن على صفحة، يعني حتى اللي يعجبه ياكل ويا الثريد تمن، اللي ما يعجبه عادي. تتركين البامية لحد ما تثخن. أنا تعجبني إياها هيك، ما سويت وياها لحم، لأن يعني أغلبهم أهلي ما يأكلون اللحم، ومن ضمنهم بنتي ما تأكل أي شي بلحم. هنا البامية استوت والتمن هنا استوى. ثرمت بصل وخيار جهزناه، وتركته لحد ما جت بنتي من المدرسة، لأن بنتي آخر وحدة تجي من المدرسة. الدوام معدها ما ينتهي للساعة 1، وعلى ما تدخل البيت تقريبا 1:15 أو 1:30 حتى تجي على البيت. هنا ثردنا الخبز وحطيت عليه المرق، وإذا تريدين تخلين فوقه تمن، تريدين ما تريدين كيفك عادي. ولهنا إن شاء الله عجبكم الفيديو، وأشوفكم بالفيديوهات الجاية إن شاء الله. ادعوا لوالدتي إنها يعني تكون بالسلامة، وأشوفكم على خير ومع السلامة.